الفيديو ده للناس اللي في ايطاليا. اولا صباح الخير. عاوز اوجه رساله للشباب اللي في ايطاليا بالاخص، بلاش تسمعوا فيديوهات كتير على التيك توك، والله بتتعبوا اعصابكم. الناس اللي في اجازه اقفل تليفونك. الناس اللي في ايطاليا ولسه جاي جديد بطل تتفرج على حد بجد والله العظيم. قبل اي حاجه المشاهدات دي يا جماعه ما بتجيبش فلوس، يعني حتى لو واحد جاب 2 مليون 3 مليون مش هتجيب له زي ما انتم متخيلين. اللي بيجيب فلوس اللايفات والهدايا والحاجات اللي زي كده. بناء عليه كل الناس اللي في ايطاليا بتتكلم في القوانين، وكل الناس اللي في ايطاليا كل واحد ماسك تليفون في ايطاليا فاهم في القانون. كل واحد مر بتجربه يطلع يشرحها ويزود عليها قوانين جديده ويزود عليها فتي ويزود عليها هبد. طب حضرتك هل انت اهل للقانون؟ طب حضرتك قبل ما تيجي هنا هل انت معاك مثلا مؤهل جامعي وقادر تستوعب هذا القانون؟ طب حضرتك مريت بتجربه طلعت شرحتها للناس، قول ان هي تجربه شخصيه ليست الا. الناس اللي بتسمعكم والله العظيم حرفيا مذبذبه. انا نفسي بقعد اتفرج على فيديوهات واقلب كده الاقي كله عمال يفتي، ومفيش اتنين بيتفقوا على حاجه وكله عمال يفتي وكله عمال يتكلم. حضرتك معلش يعني مؤهلك ايه؟ مؤهلك ايه عشان تتكلم في القانون؟ قبل ما تيجي ايطاليا مؤهلك ايه؟ هل انت عندك الثقافه؟ لو ما عندكش مؤهل بقى، هل انت عندك الثقافه والحيثيات اللي تتيح ليك انك تدرك القانون او تفهم في قانون؟ لا، انما بعمل كده عشان المشاهدات وابين ان انا فاهم. حضرتك لما تيجي تتكلم عن حاجه بتكلم بوجه العموم، ما اختصتش حد. اتكلم عن حاله فرديه، قول انا عملت كذا ومريت بكذا واللي حصل لي 1 2 3. ده ممكن يحصل لك وممكن يحصل لغيرك وممكن ما يحصلش لغيرك، فتجربتك ليست الا تجربه خاصه. كل واحد يجيب حاجه من القانون الايطالي نزلت او لسه هتنزل ويفصلها على مزاجه باهوائه الشخصيه علشان يفهم الناس ان هو فاهم وبيفيد الناس، وانت بتضر الناس. دور الاعلامي اخطر من دور الطبيب الجراح. والاعلامي مش اللي هو الاعلامي اللي هو الشخص في الزمن المهبب اللي احنا عايشين فيه ده، الشخص اللي معاه تليفون عنده 1000 متابع 2000 متابع وقاعد كده. حضرتك بتقول معلومه، شوف كم واحد انضر بسببك، انت مش مدرك لده. الطبيب لو اخطأ في عمليه جراحيه مات شخص، انما معلومه واحده غلط ممكن تدمر مستقبل شباب كتير، ممكن تدمر حياه ناس كتير جدا بسبب ان حضرتك عاوز تجيب مشاهدات وتبان على الساحه. طب ما تعمل فيديوهات في اللي انت بتفهم فيه، اتكلم عن حاجه تليق بيك وبثقافتك وبشهاداتك وبعلمك. اتكلم عن حاجه تليق بمهنتك، اتكلم عن تجربه شخصيه اثرت فيك وانت نجحت من خلالها. انما كله بيتكلم في القانون. كل كلامكم في ما شفتش محامي طلع مصري يتكلم عن حاجه، لان لسه القوانين محتاجه اثباتات ودلائل وبتطبق. وفي اي دوله القانون على ما بيتطبق، وبالاخص اوروبا بياخد وقت طويل جدا. واحد يطلع خلي بالكم لا هينزل هيتمسك وهيرجع تاني، والتاني يطلع خلي بالكم محدش ينزل عشان لسه في واحد جاي امبارح وعملوا له كذا، ومفيش اي اثبات على الكلام ده. واحد صحي من النوم لقى نفسه متضايق شويه وعاوز يجيب فيديو يعمل له ريتش يحسسه بنفسه شويه، فيقوم جاي عامل اشاعه يقول لك بس يا جماعه على فكره امبارح واحد اتمسك في المطار وعملوا له كذا. طب فين الاثبات يا حاج؟ فين الاثبات يا باشا؟ فين الدليل على كلامك يا باشا؟ مفيش اي دليل، هو كده انا صحيت من النوم قلت اعمل اي اشاعه وخلاص. المهم ابين لكم ان انا فاهم، وده نزل وده نزل. يعني ده اللي بيقول لك ما تنزلش نزل، واللي بيقول لك انزل وبعد كده ما تنزلش نزل. وكل واحد يعني انا مش فاهم. انتوا بتضللوا الناس، انتوا عاملين ذبذبه للناس على الفاضي. مفيش اتنين بيتفقوا على حاجه، كل واحد عاوز يبان اللي هو الفهيم الواعي اللي مفيش منه على الكوكب. يا حبيبي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. بس يعني كل كلمه بتقولها ربنا هيحاسبك عليها. ما تتسرعش انك تقول معلومه وانت غير مدرك ليها عشان خاطر اتشاف بمهنتك، اتشاف بثقافتك، اتشاف بالحاجه اللي انت مبدع فيها وقادر تقدمها للناس. لان في النهايه الناس متخيله لما انت تجيب مشاهدات بتاخد فلوس، وانت يا عيني ما بتاخدش فلوس وشغال شغلانه ثانيه. احنا على السوشيال ميديا والله العظيم يا جماعه الفيديوهات ما بتجيبش فلوس زي ما انتم متخيلين خالص. اللايفات انما الفيديوهات لا. وانا على استعداد تام اطلع ب15 صفحه بتوعي اجيب لكم جميع الارباح من يوم ما بدات السوشيال ميديا، سواء تيك توك او فيسبوك.
مش متخيلين ولا مدركين ان هي ما بتجيبش حاجه. فربنا يعيننا ونشتغل بدراعنا ونشتغل بايدينا ونشتغل في اللي بنحبه، وربنا يرزقنا بعيد عن اللايفات وعن الفيديوهات والمشاهدات. ربنا يكرم كل واحد، ولكن بطلوا فتي، بطلوا هبد، بطلوا استغلال لعقول الناس بدون اي ادراك وبدون اي وعي. كل يوم واحد يطلع اشاعه. ليه؟ عشان اتشاف، عشان انا فهيم، انا الواعي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ايطاليا كلها بتتكلم في القانون. بسم الله ما شاء الله، اي واحد فيهم كلمتين في القانون يفتح مكتب كاف من الصبح، وبقى صاحب مكتب كاف، وبقى فاهم في القانون، وبقى 100. اكتر ناس بتستغلوهم وتقلبوهم بتوع فرنسا. اي مصري جاي من فرنسا لايطاليا خليجي، هنعامله معاملة الخليج. أسعار لو بتتعامل للي في إيطاليا ب10، للي جاي من فرنسا ب100. شكرا جدا لحضراتكم، وربنا يوفق الناس يا رب، ويهدينا ويهديكم، وتبطلوا فتي بقى، بطلوا فتي. اساتذه الجامعات جايين من مصر بيفتوا هنا في القانون. بسم الله ما شاء، جهابذه في العلم. كل واحد حفظ كلمه او عمل حاجه يطلع يبني عليها قوانين كده. بسم الله ما شاء الله. الا ما شفناش واحد محامي مصري طلع يتكلم. ليه؟ عشان هو مدرك ان كلامه ده ما ينفعش يقوله في الوقت الحالي. انتوا بسم الله ما شاء الله تفهموا احسن من اللي حط القانون. انتوا جهابذه بصراحه، ربنا يكرمكم ان شاء الله. شكرا جدا لحضراتكم، ربنا يهدينا. كده كده الكوكب هينتهي قريب، فيا رب ينتهي على خير ونسمع الكلام ونركز كده. ركزوا يا جماعه، السلام عليكم.